بصوا يا جماعة، يعني أنا عشان مش عارف أعمل إيه علشان أقول للناس إن الشقة دي 90 متر. كل الناس داخلة تقول لي إيه ده الريسبشن بس اللي 90 متر، ده الصالة هي اللي مش عارف إيه، ده الشقة 160، أنت بتشتغلنا، أنت مش عارف إيه. طيب ده كده رفع مساحي أسبلت للواقع الحقيقي للشقة اللي إحنا لما دخلنا اشتغلنا عليه والديزاين اللي إحنا عملناه. تمام. طيب ادي اهو عشان برضو الناس تتخيل معايا، انا بدخل الباب الشقة في الفيديو من هنا، وباجي هنا الاقي التجليدة موجودة هنا، وعندي دي منطقة الدايننج، وعندي هنا اهي منطقة الريسبشن والليفينج. تمام. والتلفزيون هنا اهو، والتجاليد اهي مرسومة. ده الكلام ده كنا قبل ما نشتغل، يعني كنا بنرسم وخدنا ابروفال من الكلاينت بالشكل ده. تمام. وادي ايه البار اهو، وادي الاوضه، وادي الحمام، وادي الكلام ده، عشان بس بقول للناس ان الاوضتين صغيرين والحمام والمطبخ والريسبشن هو اللي كبير. الناس برضو مش مصدقه. طيب الاوتوكاد مش هيكذب، المقاسات ما بتكذبش. فاحنا هنيجي اهو نكتب اريا. تمام. وتعالوا سريعا ناخد المقاسات وهحسب لكم قدام عينيكم دلوقتي مساحة الشقة كلها كام. اهو زي ما احنا شايفين، لو جينا اهو الاريا 91 متر. خلي بالكم انا ما طرحتش، يعني هو انا الناس لو شافت كده وانا باخد الاريا، انا في عندي حوائط داخليه كتير ما خصمتهاش. يعني انا خدت الاوت لاين كده، عندي الحوائط ديت وعندي الحوائط دي وعندي العمود ده وعندي الحوائط الداخليه بتاعت الحمام ده كله والمطبخ. كل الكلام ده انا ما خصمتوش. طالع لي كام بقى المساحه اهي؟ 91 و12 من 100. لو شلنا الكلام دوت هتبقى 89 وشويه، لو انا قعدت بقى ايه امشي حوالين الكلام ده وفرغت الحوائط. ادي يا جماعه مساحه الشقه اللي الناس كلها عماله تقول لي ده 200 متر لا وبتاع. كون بقى ان حضرتك الاحساس ده وصل بفضل الله للناس، فده الحمد لله نجاح كويس جدا. يعني ده كده معناه ان الديكور كان كويس جدا جدا للمساحه. الديكور ادى احساس بصري واتساع للعين، ان اللي داخل حاسس ان الشقه واسعه والشقه كبيره. فبفضل الله ده كده، يعني ده كده الواحد نجح في ان مسك حاجة صغيرة، قدر من خلال تشطيب يكون مناسب للمساحة ديت، يدي للناس احساس مختلف تماما عن الحقيقة.